لما المنتخب يخسر من اوزبكستان 2-0 ويتعادل بالعافيه او يكسب بالعافيه كاب فيردي بعد تعادل 1-1 ضربات جزاء، يكسب بضربات جزاء ويقدم المستوى السيء ده، يبقى المشكله هنا مش مشكله مدرب. لا حسام حسن، ولو جبت له جوارديولا، لو جبت له كلوب، لو جبت له مجموعه كده يدربوا المنتخب ده علشان يقدم حاجه، مش هيقدم حاجه. ليه؟ لان المشكله مش في المدرب، المشكله في اللعيبه. واحد زي رامي ربيعه هي دي المشكله، لعيب دون المستوى، ما ينفعش يلعب منتخب ابدا ابدا ابدا. ممكن تجرب غيره، وفي كتير لعيبه غيره احسن منه. واحد زي محمد هاني برضه ما ينفعش يلعب منتخب اول، وفي كتير احسن منه، ممكن تجرب كتير احسن منه. الرساله اللي انا عايز حضراتكم تنشروها في الوسط الرياضي كله من خلال الفيديوهات اللي انا بقدمها دي، الكلام اللي محدش يقدر يقوله، اللي هو ايه؟ استبدل اللعيبة دي بلعيبة تانية، لعيبة تانية تقدر قيمة تيشيرت منتخب مصر، وتلعب بحماس وروح، وتلعب وعندها القدرات ان هي تلعب. لعيبة حقيقية، لعيبة عندها الكواليتي والقدرة على لعب وممارسة كرة القدم في المستوى العالي. مش لاعب لما أي حد بيعدي منه بسهولة، أي حد بيرقصه. مش لاعب واقف لي في نص الملعب ويقول لك ده بيقطع الكرات وما بيعملش مساندات هجومية، وبيقول لك ده مروان عطية ده لاعب أسطوري، لاعب من طراز عالي، وهو يعني لعيب متوسط. لو قلنا عنه كلام حلو هنقول لعيب متوسط في الأول وفي الاخر. لكن عندنا مواهب ممكن تلعب منتخب اول، زي عمر خضر، لاعب اثبت نفسه في المنتخب اللي هو الناشئين او اللي هو الشباب. وعندنا لعيبه زي مصطفى، عندنا برضو مصطفى شوبير ما خد فرصه، بين ان احنا عندنا غلط في فكره انه اللعيبه الشباب ما ينفعش يلعبوا منتخب اول. لا، مصطفى شوبير اثبت العكس، وكتير من اللعيبه اثبتت العكس. عندك لعيب زي حمزه عبد الكريم، ده لعيب مهاجم، ليه ما يلعبش منتخب اول؟ ايه اللي ناقصه ان هو يلعب وياخد الفرصة في افريقيا؟ لعيب زيه زي اي لعيب، وممكن يكون ولادة نجم كبير. اللعيب زي ده، لعيب زي بلال عطية، موهبة كبيرة جدا، وكتير من فرق في أوروبا عايزة اللاعب ده زي شتوتجارت وغيره من اللعيبة ديت ليه ما بتاخدش فرصة من صغرها؟ عنده 17 سنة، هتقول لي صغير ما عندهوش خبرة. أقول لك يا باشا، ما اللي عندهم خبرة كلهم لبسونا في الحيط. كم أفريقيا رحتها وخرجت من دور المجموعات، أو خرجت من أدوار، يعني ما وصلتش فيها الأدوار كبيرة. كام بطولة انت ظهرت فيها بمستوى سيء؟ طب ايه المشكلة؟ انا سؤالي هنا لحضراتكم، واللي عنده اي استفسار او عنده اي حاجة او اي رأي مخالف يقولوا عادي في التعليقات. ايه المشكلة ان انا الاعب لعيبة شباب صغيرة في السن في الماتشات افريقيا او حتى كاس العالم؟ يا عم العبها لعبة تسويق، العبها لعبة لمصلحة اللعيبة دي ومستقبل منتخب مصر. اللعيبة زي حمزة عبد الكريم او عمر خضر او بلال عطية، لعبهم في كأس العالم، ايه المشكلة؟ ايه الورطة في كده؟ لعبهم في افريقيا، ايه العيب في كده؟ ليه انا اعتمد على اجيال خلاص ضيعت عمرنا، او ضيعنا عمرنا في ان احنا نشوفها ما بتقدمش حاجة للكرة المصرية، ونقول ان هم الاساس وهم اللعيبة اللي لازم تفضل، وهم لعيبة دون المستوى ما بتقدمش حاجة، لعيبة سيئة للغاية، اخطائها كتيرة، ويا ريت هي اخطاء، لا ده حاجات اساسيات في كرة القدم، اساسيات مراكزهم ما بيعملوهاش. فاحنا لازم نبص للموضوع ده بنظرة عاقلة. كتير من اللعيبة السابقين لما بيطلعوا برامج، او حتى المحللين الفذين، او حتى اليوتيوبرز، كله بيتكلم في نقط يقول لك ده التكتيك الفلاني، اللعب بالطريقة الفلانية، ده حسام حسن لعب بطريقة كذا كذا، ده المدرب لعب بطريقة كذا كذا. واحنا المشكلة اللي عندنا، انا من وجهة نظري، هي مشكلة لعيبة بشكل اساسي، ومشكلة عقلية جمهور، وعقلية محللين، وعقلية إداريين، وعقلية رؤساء أندية، في إنه اللعيب الصغير ما ينفعش يلعب في المستوى العالي، أو في المنتخب الأول، أو في الفريق الأول. لا، لازم العقلية دي تنتهي. لو حضراتكم وصلتوا للفيديو لحد كده،
يبقى انا ارجو من حضراتكم تشيروا الفيديو بشكل كبير جدا، لانه ده المهم. لازم نشوف حمزة عبد الكريم في افريقيا، بلال عطية نشوفه في افريقيا، عمر خضر نشوفه في افريقيا، واديلهم الثقة، والله هيطلع منهم حاجات كبيرة جدا، وهيبهروك انت شخصيا لما هتتفرج على المنتخب فيه لعيبة زي دي، ويروحوا كاس العالم ويلعبوا في كاس العالم. ايه المشكلة انه يلعبوا في كاس العالم او في افريقيا؟ اللعيبة دي لعيبة كبيرة وتقدر، وعندها الموهبة وعندها الرغبة والشغف ان هي تقدم حاجة. لعيبة عندها الشغف والرغبة ان هي تقدم حاجة لمنتخب مصر. يبقى احنا اللعيبة ديت ايه؟ تاخد فرصتها، اللعيبه دي تاخد فرصتها. طيب اللي يجي يقول لك الخبره ومش الخبره، اقول لك خبره ايه؟ عندك لامين يامال، عندك لعيبه كتيره، فرق اوروبا كلها بتقدم لعيبه صغيره في السن من الناشئين، واللعيبه اللي عندها خبره ولا حاجه بس موهبه. عندك منتخبات اوروبا بتقدم لعيبه صغيره في السن. ليه احنا عندنا الحته دي مش موجوده؟ هل الواسطه طاغيه للدرجه دي، بحيث انه اللعيبه اللي احنا خلاص زهقنا منها لازم تفضل تلعب على طول لغايه ما تكرهنا في كره القدم؟ ما ادي لعيبه شباب، جرب يا عم، استبدل، شيل ده وحط ده. ايه المشكله في كده؟ تغلط او طلع مش حلو اشيله واحط غيره، طلع مش حلو اشيله واحط. اشوف المراكز كلها، اللعيب ده حلو، لا اللعيب ده وحش، يبقى انا ايه اللي هيبين لي لعبه في الملعب؟ اللي هيبين لي لما يلعب في ماتش كبير، لما نلعب ماتش ودي قصاد البرازيل، نشوف فرق، نشوف مثلا لعيب زي حمزة عبد الكريم هيعمل ايه كمهاجم، لعيب زي عمر خضر كجناح هيعمل ايه، او كلاعب خط وسط، لعيب زي بلال عطية برضو كلاعب خط وسط هيعمل ايه، او كلاعب كجناح هيعمل ايه. ممكن يظهر منه حاجات، ابداعات انت ما تتوقعهاش. يبقى الاساس عندي عشان تنشروا الفيديو ده وفيديوهات تانية هتكلم على اللعيبة الشباب ان هي لازم تروح افريقيا، لازم تروح افريقيا وتلعب كاساسي في افريقيا وفي كاس العالم برضو. حتى تسويقيا اللعيبه دي لو لعبت وقدمت حاجه كبيره، تسويقيا هتجيب لك فلوس، تسويقيا هتلعب في افضل الانديه في العالم، لان البطولات دي بتبقى متشافه من افضل الانديه، وبيبقى في كشافه من افضل انديه العالم. دي رسالتي للجمهور المصري، جمهور كره القدم وللمدربين ولكل الناس، يعني قدموها للناس.